في الساعات الأخيرة وبعد إعلان تامر حسني لشركة شيبسي إحدى شركات المقاطعة، ظهرت حملة هجوم شرسة جدا على تامر بتطالب بمقاطعة تامر ذات نفسه، والسوشيال ميديا كلها قلبت عليه، والأول مرة تحصل حاجة زي كده بالشكل ده، خصوصا إن تامر كان من أكبر الداعمين لجمعية الهلال الأحمر لمساندة إخواتنا في غزة. بس الجمهور على الفيسبوك اعتبرها نوع من أنواع النفاق. تامر خسر مليون متابع في الساعات الأولى، فبعد ما كانت صفحته فيها 25 مليون متابع بقى فيها 24 مليون متابع فقط. حملة الهجوم القوية دي ولحد الآن ما شفناش أي رد فعل من تامر عليها، فهل هيتجاهل ولا هينزل بوست يمتص بيه غضب الجمهور؟ قولولي رأيكم في الكومنتات، وشكرا على متابعة قناة نجوم.